صباح الفل، صباح الجمال، صباح كل حاجة حلوة عليكم. صباح في أحلى يوم، يوم عاشوراء. صباح كل سنة وانتم طيبين، صباح كل خير، صباح كل سعادة عليكم. هدخل معاكم في الموضوع على طول. النهاردة أنا ما رحتش السوق زي ما قلت. بقول لكم جوزي اللي راح السوق يا جماعة. جوزي النهاردة راح السوق يا جماعة، جوزي راح السوق. تبقى حاجة غريبة، حاجة حلوة، حاجة سبيشيال خالص، حاجة كده مستوى عالي. بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عاشوراء. ندخل في الموضوع على طول. احنا رحنا السوق وجبنا طلباتنا النهاردة عشان النهاردة رحمة، وصلنا على الرسول صلى الله عليه وسلم الصوم فيه النهاردة. فهو قال لنا احنا أولى منا اليهود بعاشوراء. فاحنا النهاردة عندنا بنعمل أكل وليمة كبيرة بتبقى في المواسم اللي زي كده، يوم تسوعة وعاشوراء. كل سنة وانتم طيبين. امبارح طبعا صمنا تسوعة والنهاردة عاشوراء. طبعا انا هشيل الباميه بتاعتي دي، هخلص خضاري وحاجتي المطلوبه النهارده، ونقعد بعدين في يوم تاني على الفضاء نشغل نفسنا ونعمل بقى الباميه اللي هنفرزها. هنعزل الباميه الكبيره عشان دي باميه ويكا، نعملها خضراء. وطبعا الباميه الصغيره العزيرو دي بتبقى البراني بتاعنا. طبعا في اصغر من كده بكتير هنا اهو. فدي حلوه خالص في التفريز اللي هو باميه. أنا بعزل دلوقتي أدوات السلطة أهو. أدي الطماطم، طبعا هنلاقي الحاجة الحلوة أهي. طماطم بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. دي للسلطة أهو إن شاء الله. اللي هلاقي فيها أي تانية أي حاجة بطلعها على جنب للتسبيكة وللطبيخ. وبكده هبدأ معاكم أكلي طبيخي وخضاري النهاردة. أحييكم من يوميات أم خديجة في المطبخ، وكل سنة وانتم طيبين وكل مناسبة وإحنا مع بعض، وربنا ما يحرمني منكم، وربنا يكتركم ليا متابعيني ومشاهدين قناة وصفحة أم خديجة ويوميات أم خديجة في المطبخ. بتمنى تعملوا لي اشتراك وشير وتفعلوا الجرس. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. انا جاب لي النهارده فراخ بلدي كبيره، قطعتها وغسلتها وملحتها، طبعا نضفناها خالص، وقلت على الحله على طول. الميه غلت بالبصله والملح، معلقه سكر، اخدت الغلوه بتاعتها البصله، والحمد لله اهو هبدا على طول في الاكل بتاعي.